فوز مهم جدا بيحققه النادي الأهلي على المصري بنتيجة 4-2. النادي الأهلي بيعتلي صدارة الدوري من فترة طويلة جدا. النادي الأهلي بيضغط على بيراميدز ضغط كبير جدا. بيراميدز عنده مباراة بكرة مع البنك الأهلي، نتيجتها هتبقى مهمة في حسم صدارة الدوري المصري. ولكن كان ضروري جدا النهاردة يا جماعة في ظل غياب الجمهور إن أنت تكسب النهاردة بأي طريقة علشان تمارس ضغط كبير على فرقة بيراميدز. لعل وعسى إن شاء الله بإذن الله الدوري يبقى أهلاوي. هتكلم اول حاجه على نقطه سلبيه خطيره جدا يا جماعه، هو خط دفاع النادي الاهلي. ثنائيه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه دي ثنائيه كارثيه يا جماعه. الكرات العرضيه كلها لمصلحه النادي المصري. ياسر ابراهيم يا جماعه في الهدف الاول مع صلاح محسن وفي الهدف الثاني مع فخر الدين بن يوسف بيقدم ضحك يا جماعه. الكره في الهدف الاولاني معديه من قدامه سايبها لغايه ما تروح لصلاح محسن، وطبعا ولا جون ايبوكا متراقب ولا صلاح محسن متراقب. صلاح محسن بيحطها بمنتهى الاريحيه. وكره الهدف الثاني طالع المفروض ان هو طالع مع فخر الدين بن يوسف، لكن طبعا فخر الدين بن يوسف بيلعبها بمنتهى الاريحيه على شمال الشناوي. والشناوي بقى، الشناوي بقى يا عم الشناوي، هو انت هتطير على الكوره امتى؟ الجون الاولاني بتتفرج عليها بتحويد لرقبتك كده وبتتفرج على الكوره، والجون التاني بتحويد لرقبتك كده وبتتفرج على الكوره. هو انت هتصد برقبتك؟ يعني انت هتصد برقبتك؟ ما تطير على الكوره يا عم. ماليش علاقه جبتها او ما جبتهاش، انت ممكن تطير وما تجيبهاش، ولكن طير على الكوره، اعمل تراي على الكوره. انا عايز الحارس يعمل تراي. انت عملت لي في الماتش ده، صديت لي ايه في الماتش؟ النادي المصري راح بثلاث كور يا جماعه على الجون، هو صد واحده بتاعت كريم بامبو والتسديده بتاعت كريم بامبو، وكورتين دخلوا فيه جونين. في ايه يا عم شناوي؟ في لعبه اتلعبت كده علينا يا جماعه ان النادي المصري في اول 3 4 دقائق كان بيعتمد على ناحيه الشمال، ناحيه كوكا. كان في ثغره ناحيه كوكا وعدت في اول دقيقه. في اول نص دقيقه كان ممكن صلاح محسن يجيب الهدف الاولاني، ولكن جت في العارضه. ولكن في الكره الثانيه اتدغنا بالهدف الاول بس بنفس الطريقه. الثغره اللي موجوده ناحيه الشمال. من افضل الحاجات اللي حصلت في المباراه دي ان رامي ربيعه اتصاب. دي من افضل الحاجات يا جماعه. رامي ربيعه ما كانش سادد مع جون ايبوكا خالص يا جماعه. جون ايبوكا بقوته الجسمانيه الكبيره كان واكل على رامي ربيعه عيش وملح. كان بيعدي في اي كوره. ما كانوش عارفين يعملوا معاه حاجه، ولا ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه. فلما رامي ربيعه اتصاب نزل مصطفى العش. مصطفى العش قدم اداء محترم جدا جدا جدا، وانا من وجهه نظري يستحق ياخد فرصه اساسيه على حساب ياسر ابراهيم. دي وجهه نظري. لازم ياخد فرصه اساسيه يا جماعه. مصطفى العش يا جماعه نزل حط جون ايبوكا في جيبه، حرفيا حط جون ايبوكا في جيبه. من ساعه ما نزل مصطفى العش جون ايبوكا اختفى تماما. بعد ما كان بعد اول ربع ساعه جون ايبوكا عامل اداء عالي ولياقه بدنيه وقوه بدنيه وبياخد اي التحام مع ياسر او رامي، جون ايبوكا اتحط في جيب مصطفى العش. برافو يا مصطفى. تعال بقى اقول لك بعد تقدم النادي المصري عماد النحاس عمل ايه. عماد النحاس يا جماعه عمل ضغط عالي من اروع ما يكون. النادي الاهلي صحيح ما ابتداش المباراه بشكل مثالي، ولكن بعد تقدم النادي المصري عماد النحاس عمل ضغط عالي باروع ما يكون. كما يكون الضغط العالي. ما كانش مدي فرصه للنادي المصري انه حتى يعرف يطلع بالكوره. ضغط عالي، ولما بتتقطع الكوره بيعمل ضغط عكسي وبيسترجع الكوره في منتهى السرعه. فكان زانق فرقه المصري في نص ملعبها او كمان في التلت الاخير من ملعبها، لغايه ما قدر ان هو يجيب الهدف التعادل. والهدف التاني بتاع وسام الصحيح 100% واتلغى، وبعدها هدف طاهر محمد طاهر. برافو للكابتن عماد النحاس في الضغط العالي، في الضغط العكسي، في الكثافة العددية الكبيرة جدا يا جماعة اللي موجودة داخل منطقة الجزاء. بقينا نشوف يا جماعة داخل منطقة الجزاء بنشوف 3 و4 لاعبين وخمس لاعبين كمان من النادي الأهلي. بقينا نشوف يا جماعة الباكات بترفع كرات. كوكا بيرفع كورة الهدف الثاني للنادي الأهلي، ومحمد هاني بيرفع كورة الهدف الثاني اللي جابه وسام أبو علي واللي اتلغى بداعي التسلل. وسام أبو علي أخيرا عاد. وسام أبو علي، وسام أبو علي النهارده يا جماعة بيصنع الهدف الأولاني وبيجيب الهدف الثالث، واتلغى له هدف صحيح 100%. لكن كان وسام أبو علي النهارده هو ده وسام بتاع السنة اللي فاتت. هو ده وسام اللي احنا عايزينه. هو ده مستوى وسام ابو علي اللي احنا محتاجين نشوفه الفترة اللي جاية. بصراحة رجع في توقيت مثالي، رجع في توقيت حسم الدوري، وإن شاء الله يكون أحد أسباب تتويج النادي الأهلي بالبطولة. استمر يا وسام بالله عليك. طبعا خد رجل المباراة، بس بالله عليك الاستمرارية أهم من الأداء في ماتش واحد بس. بن شرقي النهاردة يا جماعة عمل شوط تاني مميز. صحيح ما صنعش، صحيح ما سجلش، ولكن شوط تاني يا جماعة كان واخد ناحية اليمين بتاعت فرقة المصري ديت شارع، فاتح شارع كده ناحية اليمين. إن النادي الأهلي بيعتمد عليه في التحولات الهجومية السريعة طول أحداث الشوط الثاني. كانت الكرة دايما بتتسقط له طويلة وبتتلعب له طويلة،
وهو بمهاراته بيقدر يخترق وبيقدر يعدي طبعا بالتعاون مع امام عاشور. امام عاشور كان بيجي يسند معاه، واحيانا كده في بعض الاحيان كان بن شرقي بيروح ناحيه اليمين وطاهر محمد طاهر بيجي ناحيه الشمال، لكن اداء عالي جدا من بن شرقي، اداء عالي جدا من هداف الدوري امام عاشور اللي النهارده بيجيب هدفين وبيتسبب في ضربه جزاء وبيسجلها. هو ده امام عاشور. بص يا امام، لما انت سبتها على الله جت لوحدها وسجلت. عندي بقى نقطه كمان سلبيه على الكابتن عماد النحاس كده في الاخر، التغييرات اللي عملها الكابتن عماد النحاس. التغييرات اللي عملها: نزل قفشه، نزل حسين الشحات، نزل اكرم توفيق، ونزل جراديشار. التغييرات دي يا جماعه ما كانتش مفيده خالص، ما فادتش الفرقه. بالعكس، الناس ديت لما نزلت الكوره بقت اكتر مع النادي المصري. النادي المصري استحوذ وابتدى يشكل خطوره، خصوصا بعد ما خطف الهدف الثاني، بعد ما الاهلي جاب الهدف الرابع على طول. النادي المصري بقى ماسك كوره علينا بشكل رهيب، بيشكل خطوره من كل ناحيه، ناحيه اليمين عن طريق ميدو جابر، وناحيه الشمال عن طريق كريم بامبو، وفي العمق عن طريق فخر الدين بن يوسف. فكان النادي المصري مسيطر سيطره تامه بعد التغييرات دي. للاسف قفشه ما قدرش يساعدنا ان احنا نستحوذ على الكوره، قفشه ما قدرش يساعدنا ان احنا نقدر نطلع بالكوره بشكل سليم. وكمان يا جماعه حسين الشحات وجراديشار، طبعا هم ما خدوش وقت طويل، ما نقدرش نقيمهم قوي، ولكن برضو يعني ما عملوش الشغل العالي اللي يقدروا ينقلوا بيه فرقه النادي الاهلي من الدفاع والهجوم، او على الاقل ان هم يستحوذوا على الكوره عشان يمنعوا النادي المصري انه يشكل خطوره على مرمى النادي الاهلي. كمان يا جماعه تغيير اكرم توفيق، تغيير اكرم توفيق دي يعني انت بتقول للنادي المصري هاجموا عليا. كانت تغييره غير موفقه تماما، انا غير متفق تماما مع نزول اكرم توفيق في المباراه دي. كان لازم عماد النحاس يكمل بنفس اسلوبه الهجومي ويطلع السوليه، عشان طبعا السوليه سنه كبير ما يقدرش يلعب 90 دقيقه، وينزل قفشه، ما ينزلش اكرم توفيق ابدا. تغيير اكرم توفيق دي خلت النادي المصري يدوس اكتر، يضغط على النادي الاهلي اكتر. ولكن الحمد لله فوز مهم جدا للنادي الاهلي، وان شاء الله القادم افضل للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الصداره اهلاويه. وشكرا للكابتن عماد النحاس، وشكرا على رجوله اللعيبه النهارده، كسبنا ماتش مهم جدا.